اليوم عاوتاني غادي نهضروا على لا بورصه دو كازابلانكا، وغادي نهضروا على واحد الشركه اللي معروفه عندنا كاملين اللي هي تي جي سي سي ترافو جينيرو دو كونستركسيون دو كازابلانكا. شركه قديمه بزاف ومغربيه، وغادير سكون ابل اون اوغمونطاسيون دو كابيتال. اون ميم طون غادي نشوفوا لاي بي يو ديال فيسان شنو حقق لنا، هو اللي كنا هضرنا عليه في اخر فيديو المره اللي فاتت، وغادي نوريكم لي ريزولتا اللي درنا في التليفون، في لابليكاسيون تليفون اللي محققين لحد الان باش تعرفوا بان هادشي بصح. وممكن حتى نتوما غير من لا بنك ديالكم تحققوا بعض الارباح من لا بورس دو كازابلانكا. افون ما ندخلوا ديتاي ديال لا فيديو، بغيت نقول لكم بان اي حاجه كديروها سواء كتشريو ولا كتشاركوا في لي زي بي ولا في لي زوغمونطاسيون دو كابيتال، تيبقى القرار تعود ليكم. انا كنشارك معكم غير تجربه ديالي. اوكي دونك كيف قلت لكم اليوم غادي نفسروا شنو كيعني هذا الشيء، علاش الشركات كيديروه، وشنو الفائده منه ليك انت كمستثمر صغير او لا متوسط. ديروا لايك وخليوا التعليقات ديالكم كيف ما كانت لتحت في التعليقات في يوتيوب. قبل ما نهضروا على الزياده في راس المال، خصنا نعرفوا شكون هي شركه ديال تي جي سي سي. اوكي كيف قلت لكم هي ترافو جينيرو دو كونستركسيون دو كازابلانكا، هي واحده من اكبر شركات البناء والاشغال الكبرى في المغرب. تأسست تقريبا في السنوات في التسعينات على يد واحد السيد سميتو محمد بوزوبا، ولات رائده في مشاريع ضخمه اللي كدير لي كونستركسيون بحال شكل ديال الفنادق، مراكز تجاريه، المطارات، وحتى المشاريع الافريقيه. ودايوغ راه هي اللي خدامه على اكبر تيران كنظن في العالم ولا غير في افريقيا، اللي هو التيران اللي كاين في بن سليمان. اوكي في ديسمبر 2021 كانت دخلت البورصه ديال الدار البيضاء، وكانت دارت اول اي بي او، وكان ناجح بزاف، وكان الطلب عليه اكثر من داكشي اللي هما مقترحين في الاي بي او ديالكم. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان الاي بي او ما كاينش فرق كبير ما بين الاي بي او ولوغمونطاسيون دو كابيتال، بجوجهم سي دي زوغمونطاسيون دو كابيتال. غير هو ملي كتكون شركه يلاه داخله اول مره في البورصه كيتسمى انتروداكسيون اون بورس. ملي كدير كتقترح اسهم جداد كتسمى اوغمونطاسيون دو كابيتال. دابا خصنا نعرفوا كيف قلت لكم شنو هو هاد الزياده في راس المال، ولاش كيصلح اصلا. الزياده في راس المال كتكون بحال الشركه كتقول انا محتاجه الفلوس باش نكمل المشاريع ديالي وندخل اسواق جديده. كيفاش كديرها؟ كتخرص اسهم جديده وكتعرضهم على المساهمين ديالها ولا على مستثمرين جدد، كيعطيوك الفرصه باش تشري اسهم اضافيه بثمن محدد. في لوكا ديالنا في تي جي سي سي غتكون واقيلا شي 725 درهم الا ما خفت نكذب. الفلوس اللي كتدخل كتمشي مباشره لتنميه الشركه. المهم هنا كتزيد عدد الاسهم، يعني كتقسم الحصه ديال الملكيه، ولكن الهدف تيكون تيكون بالتمويل باش كتوسع الشركه وكتدخل في شركات جداد. علاش دابا السؤال المهم، علاش تي جي سي سي بغات دير هذه القضيه هذه وشنو هي الاسباب؟ السبب الاول هو تمويل مشاريع كبيره كيف ما قلت لكم، مثل انشاء مشاريع ضخمه في افريقيا ولا في المغرب ولا اي بقعه في العالم، بحال بناء مدن صناعيه او فنادق فخمه، مطارات الى اخره. السبب الثاني ممكن يكون تقليل الديون، يعني الشركه عندها واحد الديون دي كريدي عند لا بنك وكتبغي تحيدهم، لان لي كريدي راه ما كيطيحوش عليهم فابور، تيكونوا دي زانتيغي بونكير، وملي تيكونوا كتسلف ملايير وملايير ديال الدراهم تيكونوا كيتقلوا بزاف على الشركه. يعني ممكن تقترح اسهم جديده باش تحاول تحيدهم وتربح من داك الفرق ديال لي زانتيري. السبب الثالث هو شراكات استراتيجيه، مثلا كيدخل مستثمر استراتيجي يقدر يعطيها دعم اما مالي او تقني. واخر سبب اللي هو السبب الرابع هو الزياده في قيمه السوق او لا في الماركت كاب. كل ما الشركه كتوسع بواحد الشكل اللي مدروس ومقنن، كل ما كتزيد القيمه ديالها في السوق، والسهم ديالها حتى هو تيكبر وكيتحرك فيغ لا هوس. دابا غادي نحاولوا نشوفوا بغيابمون، لان ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، كيفاش كتتم العمليه ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. اولا في وسط الشركه كيتجمع سكون ابل مجلس الاداره، وكيصوت على هذا القرار، وبيان سور خصو يوافق عليه. كيعطي من بعد الموافقه ديال لاي ام سي، كيف قلت لكم هي الهيئه اللي كتراقب السوق هنايا في المغرب. كنعاود لكم دايره بحال لي جوندارم فينانسي عندنا هنايا في المغرب. كيتحدد من بعد الثمن ديال هذا السهم الجديد، وكيتفتحوا باب الاكتتاب. في لوكا ديالنا ماشي اكتتاب، لان لاي بي او تيكون دائما ملي كنلا كندخلوا للبورصه. لوكا ديالنا دابا حاليا سي اون اوغمونطاسيون دو كابيتال. الى بقاو خصكم تعرفوا بان سميتو لي زاكسيونير الاولى هما اللي تيكونوا
كيتسبقوا في الاول، يعني هما اللي كيقترحوا عليهم الاسهم في الاول. الا كانت بقات شي حاجه مثلا شيطه كيتعرضوا على مستثمرين جدد. في لوكا ديالنا مثلا حاليا في تي جي سي سي معروضه على جميع الناس، سواء مستثمرين قدام او لا مستثمرين جداد. من بعد واخر خطوه الاسهم جداد كيتسجلوا في لابورس وكيبداو كيتداولوا بطريقه عاديه بحال اللي وقع مؤخرا في فيسان. اوكي، دابا شنو خاص المستثمر يعرف؟ كاين بزاف ديال الناس كيسولوا واش نشري ولا لا، وكيف قلت لكم هذا السؤال هذا انت الوحيد اللي قادر تجاوب عليه، والوحيد اللي قادر ياخذ فيه واحد لا ديسيزيون. اوكي، الجواب اللي خصك تسول راسك، واش المشروع اللي غادي نتمول به الشركه مقنع؟ واش السعر ديال السهم الجديد مناسب او لا ولا مزايد فيه الى اخره؟ واش انت باغي تزيد من حصتك ولا تخليها كيف ما هي اذا كنتي شاري او لا كنتي عاد باغي تشري؟ غنعطيكم في واحد الفقره دابا امثله من السوق المغربي ديال شركات الكبار كانوا داروا اوغمونطاسيون دو كابيتال. عندك شركه تجاري وفا بنك داروها باش يمولوا توسعهم في افريقيا، لانكم عارفين بان تجاري وفا بنك ماشي فقط بنك مغربي ولكن يتوسعوا بزاف في افريقيا. ممكن تلقاهم في عده بلدان في افريقيا. عندك ماروك تيليكوم داروها باش يغطيو مشاريع ديال البنيه التحتيه. وعندك مثلا جيت كونتراكتورز، شركه مقاوله استعملت نفس الطريقه باش دير مشاريع كبيره حتى هي. والتي جي سي سي اللي كنهضروا عليها دابا حاليا فاش دخلت البورصه، هذه راه كانت اي بي او كيف ما عاود قلتها لكم، يعني زياده راس المال في المره الاولى، ودابا زادت في المره الثانيه كتسمى اوغمونطاسيون دو كابيتال. كنبغي نعاود نوضح لكم هذا الشيء باش ترسخوا في عقلكم وتفهموا بان راه لاي بي او والاوغمونطاسيون دو كابيتال ما كاينش الفرق هو ملي كتكون في الدخله الاولى كتسمى اي بي او، ملي كتكون في الثانيه كتسمى غير اوغمونطاسيون دو كابيتال عاديه. دابا حاليا اللي بغيت نشير ليه هو اخر اي بي او كنا درناه هو ديال فيسان، وغادي نحاولوا نعرفوا كيفاش كانت النتيجه ديالو، وغنشوفوا مجموعين شنو حققنا فيه وبشحال دخلنا. دونك شركه فيسان كتبين هنايا في لو ديسك هنا، ممكن تتبعوا لي نيوز ديال لا بورس كازابلانكا، اولا كاين واحد السيت هو سميتو وقيلا لو بورسيي زويون. Vicen réussit son entrée en bourse, une IPO record qui conforte le marché d'action. تذكير خفيف على شكون هي شركة فيسن نهضرنا عليها في آخر فيديو. فيسن فارما شركة مغربية 100% كتشتغل في مجال الأدوية وكتشتغل مع العمالقة ديال مجال الصحة اللي كاينين في المغرب. شركة فيسن كانت دارت واحد الزيادة ديال رأس المال أو لا IPO ديال 500 مليون ديال الدرهم عن طريق إصدار 2.1 مليون سهم بسعر 236 درهم للسهم الواحد. كان هاد الاي بي او هادي دارت البوز بزاف لدرجه لان الطلب كان كبير بزاف، 37,000 وشي صرف مستثمر اللي كان دار الطلب، وارتفع العرض ارتفع العرض ب 64 مره. يعني الناس اللي كانوا باغيين يشريو اكثر من مليون سهم. المجموع اللي تجمع اللي هو بالطلبات 32 مليار درهم، وهما كانوا طالبين غير نص مليار، غير 500 مليون. تخيل معايا الحجم ديال الطلب اللي كان. معدل اشباع المستثمرين كان هو تقريبا 1.56%. كيف قلت لكم ماشي مثلا انت كنتي باغي تشري 50 سهم ولا 100 سهم يلا توصلتي ب 23 و24 سهم. نعطيكم واحد التكنيك اللي كنديرها انا ملي تكون باغي تشارك في لي زاي بي او لي زوغمونطاسيون دو كابيتال. عارف راسك بانك ما عمر ما غادي يوصلك ديك النسبه اللي كنتي انت باغي تشارك بها. مثلا شاركتي ب 30000 درهم يلا غتوصلك 5000 ولا 10000 درهم مثلا. دونك شنو خصك دير الا كانوا الناس من العائله ديالك مثلا والد ديالك الوالده ديالك خوك اختك ولادك مرتك ايتترا، كتحل الحساب ديالهم حتى هما بلا بورص وكتشارك في نفس الوقت. يعني كنتي غاساك 30000 درهم حاول تقسمها على 3 ولا 4 لي كونط باش تحاول تربح في كل كونط. مثلا في فيسان كل واحد كان غيعطيك فيه 24 اكسيون. هذه هي الطريقه اللي كنديروا باش كنحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم داكسيون بوسيبل. واخا ما خصنيش نقولها لكم لان دابا كلشي غادي يبدا يعرفها، ولكن كنبغيو النجاح للجميع والربح للجميع. غادي تلقاو معلومات على هادشي كامل اللي قلت هنايا في لو ديسك، نقدر نخلي لكم في لا ديسكريبسيون، اولا كاين واحد لو سيت هو زوين سميتو لو بورسي كيعطيكم كاع لي زانفورماسيون اللي كاينين حاليا. نحاول نلخص لكم هادشي كامل ونقول لكم بالدارجه المغربيه باش تعرفوه. دونك حاليا غدا انا غنحاول نمونطي لكم اليوم هاد لا فيديو اوني لو 17 10:30 ديال الليل. والله الا عيان ومسخسخ، كنا يلا صايرين ليفينمون ديال التريدين شو شاركنا فيه. دابا ندير لكم فيديو اخر نوريكم كيفاش داز داكشي. حاليا كنت حال الجرافيك ديال تي جي سي
واصل لاكسيون ل 962 درهم، وحنا غادي يقترحوا علينا ب 725 درهم. يعني كاينه اون فورت بروبابيليتي بان لو بري من بعد لاكسيون غادي يوصل ل 1000 درهم. اوكي. غادي تسولوني كنظن واش سديتي لي بوزيسيون ديالك في فيسن. مازال، لان لاحظت بان في اوبو دو 3 جور دارت 30%. كنظن مازال غادي تزيد تكبر. صراحه شنو كنت باغي ندير هو غنسد لي بوزيسيون ديالي في فيسن ونعاود نشري بهم، مي بانت لي غادي مزيان تقد تمشي بحال الشكل ديال الاكريتال، مينيموم دير واحد 100%. دونك غادي نخليها وغادي نزيد كابيتال واحد اخر باش نشري، ندخل في لوغمونطاسيون دو كابيتال ديال تي جي سي سي. دونك القرار تيرجع لكم الشباب. نحاول نكبر ليماج لان ساليت سميتو. القرار تيرجع لكم الشباب تشوفوا واش غادي تشاركوا او لا. بالنسبه لطريقه المشاركه كما فسرت لكم اخر مره، انا في لا سي اف جي كنحاول نعيط غير لو بونكي ديالي، كنحط الفلوس في لي كونط اللي خصني نحط فيهم، وهو تيعيط لي تيكونفيرمي معايا كيدير لي اكسبتي، ما كنتزعزع ما حتى شي حاجه. هذه احسن طريقه بالنسبه ليا. بالنسبه للطريقه الانسان اللي عنده مثلا وفا بورس ولا هذا، كنصحكم تدخلوا القناه ديال زهير فاينانس بالدارجه اولا فلوسي، راه تيفسر فيها الطريقه اكزاكت باش تشري بيديك اونلاين. اوكي. دونك هذا ما كان الشباب. نتمنى تكون عجبكم لا فيديو. ما تنساوش تخليو التعليقات ديالكم محفزه، لايكات باش نعاودوا نبقاو نكثروا من هذه الفيديو هذه. شكرا بزاف، الى اللقاء.